السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس أن تشيلسي مهتم جدا بالحصول على خدمات أحد اللاعبين الجزائريين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكر موقع 90 نقلا عن مصادر داخل النادي اللندني أن الجزائري ريان آيت نوري ظهير أيسر وليفرهامبتون قد أصبح على رأس قائمة الأهداف المحتملة لدعم صفوف البلوز خلال الموسم المقبل. وأضاف المصدر أن إدارة تشيلسي تفكر جديا في بيع الظهير إيان ماتسون الذي تبقى من عقده 18 شهرا من أجل تمويل صفقة آيت نوري. ويقضي اللاعب الجزائري صاحب 22 عاما واحدة من أفضل مواسمه منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي قادما من صفوف أنجيه الفرنسي. وأصبح آيت ركيزة أساسية في تشكيل المدرب غاري أونيل بعد أن شارك في 14 مباراة بمختلف المسابقات بمجموع 1002 دقيقة. وساهم تألق آيت نوري رفقة الذئاب هذا الموسم في حصوله على دعوة المدرب جمال بالماضي لحمل ألوان المنتخب الجزائري.